إن خفت اليوم مستدرئا ظلما ضئيلا بخوفك سيأتيك أضعاف الظلم. واعلم عبد الله أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. اعلم عبد الله، سنة كونية، من أعان ظالما ولو بكلمة ولو برضا ولو بصمت، والله وتالله وبالله سيسلطه الله عليه. أكلت الدنيا قلوبهم وضيعت الدنيا الآخرة من عقولهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عد يا عبد الله إلى بيئة الإيمان وإلى قولة الحق ولا تخشى الخلق. إي وربي، خضرات الخلق مهما علت ضعيفة، أيامك في الدنيا مهما طالت ضئيلة، فلا تضيع حياة الأبد، فلا تضيع حياة الأبد بجبن يوم أو يومين. والمظالم تطاردك في كل مكان. قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه خذله الله في موطن يحب نصرته. من الذي سيخذله؟ الله. مهما كان قربك من الظالم والله سيقلبه الله عليك. وبعض ما أقوله ترونه عيانا بيانا. يد الظالم وبطش الظالم لا يفرق بين عدو وحبيب، لأن الله أعمى منه العين والقلب وسلط عليه غباءه ليزيله من الوجود. قلت وأقول: الغباء جند من جنود الله. بسطة سلطان الظالم ستقول من أعان قبل من عاند ورفض. إي وربي، هي سنة الله الكونية. من أعان ظالما سلطه الله عليه. اسمع، لما دخل التتار بلاد المسلمين، الوزير الذي خان وباع وضيع وأضاع، خان الأمة بأسرها، وزير خائن. كانت مكافأته عند الظالم الأكبر أن يذبحه ويعلق رقبته على باب المدينة. لا تتعجب، إنها سنة الله الكونية. من أعان ظالما سلطه الله عليه.